السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتقابلك دايمًا مشكلة إنك مثلًا في الأفلام لمّا بتيجي تتفرّج عليها ما فيش ترجمة، تعمل إيه عشان تخلّي الفيلم بتاعك يبقى مترجم؟ تعالوا كده نخش على أي فيلم صُدفة ونشوف هل هو مترجم والّا مش مترجم، بس لازم يكون عندك برنامج VLC. هاقول لكم هو شكله إيه أهو. هو البرنامج ده، لازم يكون عندك البرنامج ده ومتسطّب، خُش حمّله وبعد ما تحمّله تعالَ أقول لك هنعمل إيه. أول حاجة هنخش على أي فيديو إحنا عايزينه، فيلم زي ما أنتم شايفين. تعالوا بقى نشوف الفيلم مترجم والّا مش مترجم. نجرّي كده لغاية ما يبقى في كلام. الفيديو مش مترجم زي ما أنتم شايفين، تمام. هنخش على كلمة منظور اللي هي قبل الأخيرة من هنا ونكتب VLC، تمام. ونكتب هنا ندوّر بقى، هتطلع لنا هنا حاجة زي ما أنتم شايفين مكتوب English، لأ إحنا عايزينها عربي، هندوس عربي وندوس search، تمام. search، نقعد نسرِّش لغاية ما نشوف هتيجي والّا مش هتيجي. جابت هنا أهي لغة عربية، ندوس close. تعالوا بقى نخرج من الفيلم تاني ونخش الفيلم أفاتار مثلًا أهو. بعد ما ترجمنا نشوف ما يحصل كلام أهو، بدأت يبقى في ترجمة قدّام عينينا بعد ما سرِّشنا على اللغة العربية. هنا أهو في كلمة منظور بننزل على الأخيرة بالضبط VLC English أفاتار أهو. بنسرِّش زي ما قُلت لكم اللغات كلّها موجودة أهي، عربي كمان موجودة وألبانيا، أفريكانز، أمريكان، اللغة اللي أنتم عايزينها بتدوسوا عليها وتسرِّشوا، وبتبدأ الترجمة تنزل زي ما أنتم شايفين قدّامكم دلوقتي. لو عجبك الفيديو لايك وشير وما تنساش تكتب كومنت جميل واشترك في القناة. سلام.